السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نوصل لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، زي تطبيقات محلية، تطبيقات عالمية، تطبيقات عقارات أو سيارات، التطبيقات اللي بتسرق بياناتك أو اللي بتستنزف حساباتك. النهاردة هنتكلم عن تطبيق منذ بنك موبايل بانكينج. التطبيق ده هو تطبيق تقدر عن طريقه تدير أموالك ومدخراتك عبر الإنترنت من خلال حساب تمويل شخصي أو حساب مصرفي. حجم عمليات التنزيل للتطبيق ده أكتر من 5 مليون عملية، وتقييمه 4.2، وده معناه رضا المستخدمين للتطبيق. ومساحته كبيرة شوية، 68 ميجا بايت. تقدر عن طريق تطبيق منذ ان انت تبقى معاك بنك محمول على تليفونك، تقدر تتعامل بيه بكل المعاملات. اكتر من 10 مليون شخص بيتعاملوا مع التطبيق ده. تقدر تفتح في دقايق حساب بنك شخصي او تجاري، وكمان في خدمة استخدام خدمة تبديل الحساب الجاري كمان. هتحتاج لحساب منذ علشان توصل للاستثمارات وصناديق التوفير ذات الوصول الفوري. تحصل على إشعارات فورية لما تحمل التطبيق ده عند دخول الأموال وخروجها من حسابك. وكمان تقدر تجدول فواتيرك ودفعاتك الشهرية المنتظمة وإدارة الاشتراكات، وتقدر تدفعهم بسهولة جدا. وتقدر كمان عن تطبيق منذ انك تقسم الفواتير وارسال تذكيرات بالدفع وتتبع التكاليف المشتركة. تقدر تطلب الاموال بسهولة وتقوم باجراء الدفعات باستخدام الرابط. بتقدر الحدود حوالي 500 جنيه استرليني لطلب الاموال، و250 جنيه استرليني لإجراء الدفعات باستخدام رابط معين. لازم يكون عمرك أكتر من 18 سنة علشان تقدر تستخدم التطبيق ده، وتقدر تفتح حساب بنكي وتقدر تتعامل عن طريقه. دلوقتي حمل التطبيق، واتمنى ان انتوا تكونوا وصل لكم بشكل سهل وبسيط. وبعد تحميله ياريت كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت تعليقات ايجابية او تعليقات سلبية، علشان كلنا نستفيد. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت ان التطبيق ده حصل فيه اي تعديل او تحديث، ياريت تبلغنا بيه علشان نعمله بفيديو تاني ونوصله ليك بشكل اسهل وافضل، ونقولك عليه كل التجديدات والتحديثات اللي حصلت. دلوقتي احنا بنطلب منك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد وكل مفيد في عالم التطبيقات، او تتواصل معانا على صفحة مراجع برامج على الفيسبوك.